السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم من جديد، والنهاردة هنتكلم على موضوع العمالة الغير منتظمة وآخر التطورات بتاعة العمالة الغير منتظمة وموعد الصرف. طبعا قبل ما ندخل في الموضوع بحب أشكر كل مشتركي القناة والناس اللي هي لسه ما اتفعلتش واشتركت في القناة، ورجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا النهاردة لسه عاملين اجتماع النهاردة برئاسة مجلس الوزراء زي ما انتم شايفين كده بتقنية الكونفرنس اللي هي الفيديو من بعد. هو اتكلموا النهاردة على موضوع العمالة الغير منتظمة وعلى مواعيد الصرف. طبعا احنا لسه طبعا مش عارفين لحد دلوقتي اذا كانوا هيفعلوا الرقم اللي هو 142 بتاع الاستعلام ولا هيشغلوا رقم تاني. طبعا زي ما انتم شايفين كده دي الصور دي حاليا كده ايه لايف ايه من رئاسة مجلس الوزراء. هذا اهو شايفين وزير القوة العاملة اهو جنب وزير الاوقاف زي ما حضراتكم كده شايفين. طبعا اي تطورات هتحصل في الموضوع ده هنوافيكم بكل جديد بمشيئة الرحمن تعالى. بشكر كل حضراتكم، وقبل ما نقفل الفيديو رجاء يعني طبعا في مواقع كتيرة بتتكلم على اللي هي الاستعلام واسماء المستحقين وكده والكلام ده ونشر اسماء. طبعا الكلام ده كله ملهوش اي لازمة. انت حضرتك هتخش على الموقع بتاع الاستعلام، لسه الموقع ما فتحش لغاية الان، او الرقم اللي هو هيبعتوه في رسالة او يقولوا عليه اذا كان هو 142 او هيفعلوا رقم بداله، لان الرقم على كده لسه موقوف اللي هو 142 لسه مش شغال. شكرا، ورجاء كل الناس اللي لسه ما تفعلتش ولسه ما اشتركتش تتفضل تشترك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.